اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وهذا اللقاء مع حارس من القامات في حراسه مرمى في كره القدم المصريه عموما والاسكندريه على وجه الخصوص، حارس مرمى الاتحاد السكندري الكابتن هاني سرور. اهلا بك يا كابتن هاني. اهلا اهلا كابتن خالد، ازي صحتك؟ رحله كبيره للكابتن هاني سرور في حراسه مرمى نادي الاتحاد السكندري، والبدايه بعد منتصف الستينات والنهايه مطلع الثمانينات، يعني رحله كبيره ما شاء الله. اولى مباريات الكابتن هاني سرور مع الاتحاد السكندري. اول مباراه لعبتها كانت مباراه رسميه، يعني دوري. تمام. مباراه الاسماعيلي والاتحاد في ملعب مختار التتش بالجزيره. تمام. وخسرنا من الاسماعيلي 2-0. احرز الهدفين سيد عبد الرازق. كابتن سيد عبد العزيز بازوكا النجم الكبير. طبعا طبعا. المباريات التي يعتز بها الكابتن هاني سرور حارس مرمى الاتحاد السكندري في حراسه مرمى نادي الاتحاد. والله يا كابتن خالد، انا لعبت ماتشات كتيره كويسه، بس جمهور الاتحاد منه يعني في منافسه مع النادي الاهلي، منافسه شريفه. فعنده المباراه بتاعه العيد، عيد الاضحى. ايوه. 120,000 متفرج، كسبنا 1-0 استاد القاهره، وانا كنت موفق بطريقه غير طبيعيه. اللقاء الذي لم يذاع. لحظي عيد الاضحى مبارك. لحظي اللي مش كويس ان المباراه لم تذاع، وكان الكابتن محمود عثمان حكم وزود 8-9 دقائق، ما كانش فيه الاول الوقت الضايع. الاتحاد فاز بهذا اللقاء يا كابتن. فاز بهدف كابتن عادل بابلي العظيم. ربنا يشفي يا رب الكابتن عادل بابلي، كابتن مصر وكابتن الاتحاد السكندري. عادل بابلي من اعظم لاعبي الاسكندريه ومصر كلها، من هنا بندعو له بالشفاء كابتن بابلي. طبعا انا وكابتن رزق نصار رحنا زرناه من شهر كده، يعني حاله مش مستقره كويس. ربنا يشفيه يا رب. ولكن الكابتن هاني سرور رحله كبيره، وحتى كمان ضمك الكابتن طه اسماعيل لمنتخب مصر استعداد على افريقيا في الجزائر 78، وفعلا لعبت 3 ماتشات دوليه وديه قبل السفر للجزائر. احكي لنا على هذا الضم يا كابتن هاني. والله انا ضميت قبل كده برضو في منتخب قبل الكابتن طه اسماعيل ما يضمني في مطلع السبعينات. كان الكابتن كمال الصباغ ومحمد الجندي. تمام. وكنا معسكرين في الاستاد. تمام. وبعديها ضمني الكابتن طه اسماعيل، الدكتور طه اسماعيل، في الدوره بتاعه البحر الابيض المتوسط في الجزائر. كنت انا واشرف يحيى ومحيي والاسناوي، وما حصلش نصيب ان انا سافر. ولكنك شاركت في مباريات دوليه. طبعا شاركت في مباراه، لعبنا تنزانيا مباراه وديه. حضرتك لعبتها. كسبنا 3-0 في استاد القاهره. تمام. وبعد كده ما حصلش ان انا سافرت، بس حصلت بعض احداث في الدوره دي، والحمد لله يعني اخترت المنتخب مرتين. وطبعا لما لعبت بطولة افريقيا طبعا لعبت منتخب. طبعا بتمثل مصر. طبعا شرف يعني ليا ان انا مثلت نادي الاتحاد واسكندريه، والحمد لله بتمتع بحب جمهور اسكندريه. الحمد لله. وعملت مباراه اعتزال مع الكابتن رزق نصار. بفضل علينا نادي الاتحاد. بنحيي الكابتن رزق نصار، طبعا رفيق عمر الكابتن هاني سرور.